النقطة الرابعة الفاصلة ونقطة تحول حقيقي حقيقي برضه، أنا شفتها عند ناس كتير جدا، سواء في الاستشارات سواء في الناس اللي بقابلها في الحياة، إن كان زمايلي قرايبي صحابي صحاب صحابي واحنا بندردش. ناس كتير جدا نظرتها لنفسها وكلامها لنفسها يعني شيء فوق الدراما كوين، وأشياء غريبة الشكل. يعني هي دايما تلاقيها منبهرة بالناس وتقول ده شخص يعني أنا معجبة بيه جدا، ده ناجح جدا، دي استثنائية. كلام بقى تبص تلاقيه كده ألفاظ غريبة، ده كلامه روعة، ده كاريزما، ده ده حاجة ما حصلتش. لا ده أنا فاشلة، لا كسلانة بقى أعمل إيه، لا أنا فظيعة كده، والناس دايما كلها بتتضايق مني عشان أنا فيا كذا كذا كذا. الله، طب ما انت شايفة الناس كلها حلوة ومتألقة وجميلة وكاريزما وعالية، وانت لما تتكلمي على نفسك تقولي الكلام ده ليه؟ ليه دايما بنقعد تايهين كده مش عارفين احنا نظرتنا لنفسنا ايه اصلا وشكلها ايه؟ احنا كائنات بقى منطلقة كده وناجحة ولا حدود لها ومتفائلة وجميلة، ولا فاشلين وكسلانين وفظيعين والكلام اللي بيتقال ده؟ ليه بنشوف نفسنا كده ليه؟ ليه بنعذب نفسنا على الفاضي اصلا ليه؟ اذا كان ربنا بيقول ولقد كرمنا بني ادم، ربنا خلقك وكرمك. يعني انت المفروض نظرتك لنفسك تكون نظرة فيها تكريم، ونظرة ان انت حتى لو شايفة حاجة غلط اوتوماتيك تحطي النية ان انا هعدل وهصلح وهحسن. مش تصفي نفسك ان انت كسلانة وان انت فاشلة وان انت ما بتعرفيش وان انت مش قادرة وان انت ما بتفهميش، ده انا كنت غبية مش عارفة لما عملت كده. ليه يا حبيبتي ليه يا ماما؟ ليه صوتك اللي بتسمعيه نفسك كده، وليه نظرتك لنفسك كده؟ على فكرة الصورة الذهنية لنفسنا يعني من أدق الأسرار أو من الأشياء اللي فعلا السرية اللي فيها سكرت، اللي بتخلي الواقع بتاعنا يتشكل برضه، ومحدش منتبه للكلام ده. احنا بندخل نفسنا في مهاترات وفي دراما عجيبة، ووقت ومجهود وطاقة وتركيز على السلب. احنا كده مركزين على السلبي ومضيعين مجهودنا ووقتنا كله في السلب، في حين ان احنا ممكن نركز على الإيجاب. والسلبي ده نشوفه بس كده من وجهة نظر ان انا هغيره. انا قاعده بس بقى يعني زي كانها ايه، بعمل فلتريشن كده. ايه الاشياء البوزيتيف، كاني بحدد نقاط القوه بتاعتي، نقاط الضعف بشوفها نقطه ضعف عندي عشان احسنها، مش عشان اوصف نفسي بيها والزقها صفه فيا. طب انا هقول لك على حاجه، حل الموضوع ده كله في حاجه واحده. بصي لنفسك من وجهه نظر حد معجب بيكي. لو انت زي كده بتعجبي بحد وتقعدي تقولي عليه واو ده كاريزما وده ما حصلش وده يهبل وده طاقته فظيعه وده كل الناس بتتمنى تقعد معاه، بصي لنفسك انت معجبه بيه، بصي لنفسك لا من وجهه نظر حد معجب بيكي وهيقول لك الكلام، هيقول عليك كلام شبه ده. عارفه ايه الفرق بينك وبين ان هو ما عندوش افكارك ولا معتقداتك ولا وجهات نظر اصلا عن نفسك؟ هو شايفك من وجهه نظر حاجه تانية خالص، بنظره حياديه. وشايف فيكي الحلو، شايف فيكي الحاجات اللامعة الخاطفة. فبصي لنفسك دايما، تخيلي نفسك كده ان انت شخص معجب بيكي، فشايف ايه؟ واو، العبيها كده لعب وانجوي. يعني ان انت شوفي نفسك ان انت لو في حد معجب بيكي هيقول عليكي ايه. شخص بقى مؤمن بيكي وبقدراتك وبامكانياتك وباسلوبك وبطريقتك وبكاريزمتك وبادائك يعني وتميزك وفرادتك، تخيلي هيقول عليكي ايه. هو باصص لك، الشخص المعجب بيكي ده ما عندوش معتقداتك وافكارك وبرمجتك وشكوكك في ذاتك اصلا، فهو شايف فيك الحاجات الحلوه. نفس الكلام انت شوفي في نفسك الحاجات الحلوه، تخلي عن الشك في الذات وشك في قدراتك وشك في واللي هو بقى لا انا عاجزه، انا عندي حسب العجز. ايه يا بنتي ما خلصتيش ليه، ما عملتيش ليه، مش قلنا هنبدا بقى وهنعمل وكذا وانت قلتي هاخد خطوه. لا حاسه كده ان انا حاجه في ماسكاني، حاجه مأيداني، حاجه مقعداني. ايه الحاجه دي؟ حجج واعذار عشان
ما ناخدش خطوه عشان ما نعترفش بقدراتنا وامكانياتنا الحقيقيه اللي ربنا اعطاها لنا. ليه؟ من المخاوف. ليه؟ من افكارنا ومعتقداتنا عن نفسنا، من شكنا في ذاتنا. لو تخلينا عن كل ده وشفنا نفسنا من منظور حد معجب بينا، هنشوف حاجات جميله فينا، والحاجات التانيه اللي هي متشكله اصلا بسبب افكارنا ومعتقداتنا عن نفسنا نشوفها كانها ويك بوينت، يعني نقطه ضعف عندي، او نقطه ضعف عندي، وانا يا رب قويني ان انا اصلحها، وكوني من المصلحين، كوني من المحسنين. انت بتحسني لذاتك في الاول، انت بتطلعي احسن نسخه منك. انت بس بدل ما انت قاعده فالحه عماله تقولي انا كسلانه، اصلا انا مش عارفه، اصلا انا مش قادره، اصلا انا جربت مره وما عرفتش، اصلا انا فشلت، اصلا انا فشلت. هتفضلي في نفس الدايره، هتفضلي في نفس الدايره، وهتفضلي عالقه في نفس الدايره، ودماغك هتكتب بنفسك بقى، تبصي تلاقي نفسك ان انت بتنكشي على اثباتات للحاجات دي، بتنكشي على اثباتات لان انت دليل وايفيدنس ان انت فعلا كده. عقلك مش هيسكت، كل شويه يصدر لك نفس المخاوف، ويصدر لك نفس الشك، يصدر لك نفس عدم الثقه في الذات. وانت فعلا تقومي تاخدي اكشن، تروحي واقفه، تروحي راجعه لورا، تقولي شفتي انا اهو مش عارفه، شفتي انا اهو ما نفعتش. فبتاكدي لنفسك، بتاكدي لنفسك تاني ان انت مش عارفه، وان انت مش قادره، وانت كل ما تاخدي خطوه لقدام عقلك يصدر لك ان انت مش هتعرفي، وان انت مش هتقدري، وان انت رجعي بقى تاني، وايه لازمته، ويصدر لك مخاوف. مخاوف اللي ايه بقى، اللي هي الحاجات اللي احنا قلنا عليها في الاول خالص في بدايه كلامنا، اللي اترسخت ودخلت في ذهنك وانت طفله، لا حول لك ولا قوه، في 7 سنين جيتي عملتي حاجه غلط، رحتي مضروبه على ايدك، اوعي تعملي كده تاني، خلاص وقفتي، وقفتي. اتضربتي على ايدك، اتضربتي ضربه جامده، ماما لسوعتك قلم محترم عشان خاطر عملتي حاجه غلط، فخلاص ما جات لك شوك وصدمات بقى وحاجات من دي، ان انت ايه، ما تاخديش خطوه، خلاص انت تقفي لحد هنا، اخرك هنا. طيب اتكلمنا ان اوكي انا كده فاشله، انت فاشله، بس بايدك ان انت تلغي الفشل ده. والفشل الحقيقي ان انت عارفه، تبقي عارفه ان انت فاشله وسايبه نفسك فاشله، وعارفه ان انت مش قادره وسايبه نفسك مش قادره، وتفضلي تقولي انا كسلانه وسايبه نفسك كسلانه. ده الغلط الحقيقي، ده الفشل، ده الكسل الحقيقي، ده الفشل الحقيقي. انت فرحانه بنفسك ان انت بتقولي انا فاشله يعني، وانا مش نافعه، وانا مش قادره، وانا مش، انا عاجزه، وانا الكلام اللي بيتقال ورا كلمه انا دي، ورا كلمه انا دي انت بت... بتعملي هويتك، بتشكلي نفسك، بتشكلي اسلوبك وطريقتك وحياتك وكينونتك وشخصيتك يعني ربنا كرمك، ولقد كرمنا بني ادم، وانت من ضمن بني ادم. فيعني نحدد نقاط قوتنا، نشوف نفسنا من عيون حد معجب بينا، معجب بطريقتنا، مآمن بينا. تخيلي كده لو حد مآمن بيكي ومعجب جدا باسلوبك، ومعجب جدا بطريقتك وبفرط في ايا كان بقى، في اللي انت بتعمليه، انت بتطبخي، انت بتربي الولاد، انت مهندسه، انت دكتوره، انت معلمه، انت اي حاجه، معجب جدا بيه وانت مش شايفه ده عن نفسك للاسف. ليه؟ لان في عقل اسمه، او في ايجو بقى لسه هنتكلم عليه دلوقتي. الايجو اللي هو نظام الخوف، بيصدر لك الحاجات دي، فانت هوب يروح موقفك، تاخديها ايفيدنس ان انت اهو، اديني اهو ما عرفتش، في حين ان انت لا تعرفي، بس دي حجج ودي اعذار. فلما توعي ان انت نظرتك لنفسك وكلامك لنفسك، تحذري من الكلمه اللي بتيجي بعد كلمه انا كويس جدا، وتنتبهي ليها، وتشوفي انا دي هتتحط وراها ان دي حاجه يعني ما ينفعش، ده خط احمر ان انا احط اي كلمه كده ورا كلمه انا. انا دي يعني انت بتوصفي كينونتك اللي ربنا خلقها وكرمها، وسخر لها ما في الارض جميعا منه، ما في السماوات وما في الارض جميعا منه. ربنا مديكي قدرات لا نهائيه، ومديكي دعم، ومديكي ملائكه، ومديكي مديكي عقل
بيديكي كل حاجه، بيديكي نعم كتير جدا لا تحصى. وانت لو بصيتي حتى في محيطك، بيديكي بيت قاعده فيه، بيديكي اهل، بيديكي حاجات كتير جميله، بيديكي صحاب، اكيد في صحاب داعمين، بيديكي ادوات ولو حتى بسيطه، ولو اموال بسيط، مديكي نعم كتير تقدري تسوي بيها معجزات، تقدري تبتدي بيه. بس انت اسمحي لنفسك وغيري فكرتك عن نفسك لو سمحتي، وغيري صورتك الذهنيه عن نفسك، غيري الكلام اللي بتقوليه لنفسك، شوفي نفسك من عيون حد فعلا مآمن بيكي. زي ما قلت، خليكي قويه، اعترفي ان انت عندك قدرات، اعترفي ان انت عندك موهبه، اعترفي ان انت عندك امكانيات، اعترفي ان انت مميزه. انت فعلا مميزه، انت عندك بصمه مش عند اي حد اصلا، عندك بصمه عين مش عند اي حد اصلا، عندك دي ان ايه مش عند حد اصلا، عندك تون صوت مش عند حد اصلا. يعني ولو قلت لكم حاجات، عندك حاجات موجوده فيكي مش عند حد اصلا، انت مميزه وانت فريده، وانت جيتي الحياه هنا لغرض معين، محدش في العالم في الكون هيعرف يعمله غيرك انت. ولو يا رب ان شاء الله ان انت تكوني بتعرفي، يعني اقول لك ايه، ترتبي الدنيا بطريقه مميزه. شوفي بقى ايه، ترتبي الاوضه او الشقه او المكتب او حاجه بطريقه مميزه، محدش يعرف يعملها غيرك، بس ليكي بصمه. شوفي قدراتك وامكانياتك، اكتشفي نقط قوتك ونقط ضعفك، نقط قوتك عززيها، نقط قوتك غيريها، وبايدك، وبايدك. وربنا عز وجل بيفرح لما بيشوف عباده اقوياء مش ضعفاء. المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. انت ليه تكوني مع الضعيف؟ ليه تقولي انا ضعيفه، انا مش قادره، مش نافعه، مش ناجحه، مش انا مش انا مش أنا. ليه؟ ده انت هتبقي احب الى الله. ماشي. فيعني ايه، كل ما يجيلك صوت بقى، او كل ما تشوفي نفسك بنظره فيها شيء من السلبيه، اكدي لنفسك ان انت محبوبه، ان انت مكرمه، ان الكون كله في خدمتك، ان الكون كله قائم على خدمتك. ربنا مسخر لك ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، ان مسخر لك ملائكه، ان انت اصلا معاكي ملائكتك الحارسه بتاعتك. خيالي بقى. وربنا بيحب ان هو يعطيكي، وربنا بيحب ان يكون سعيد، يعني سعيد ومبتهج لما انت تكوني قويه، آه، معترفه بذاتك ومعترفه بالاشياء الجميله اللي ربنا اعطاها لك. والله يريد ان تبصري ما يراه فيك. يعني هو ربنا شايفك وحاطط فيكي اشياء معينه، جواهر معينه. ربنا لما يشوفك انت تبصريها، اكيد يعني هيبقى فرحان بيكي. الله يريد ده. الله يريد ان يعني في ايه جميله فكرتها دلوقتي، بسم الله الرحمن الرحيم. ويريد الله ويريد الله أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة ويجعلهم الوارثين. تخيلي بقى، تخيلي أن الله عز وجل يريد أن يمن عليكي لو أنت في حالة ضعف. شوفي إرادة الله فيكي لما أنت تبقي ضعيفة إيه، تخيلي. ويريد الله أن يمن على الذين استضعفوا في الأرض ويجعلهم أئمة. ربنا عايزك، هيمن عليكي ويجعلك من الأئمة ويجعلك من الوارثين، وانت قاعده فرحانه بضعفك. حتى لو الضعف ده مش بتاعك انت، او حد استضعفك بقى، حد هو اللي حط عليك، ما بيقولك استضعفوا في الارض، يعني كان في شيء يعني جابرهم على الضعف. تخيلي انت بقى اللي مختاره الضعف بايدك، ما فيش حد جابرك على الضعف. يعني لو حد جابرك على الضعف ده ومستضعفك ومسيطر عليكي ومخليكي ضعيفه، دي اقوى طبعا. تخيلي انت بقى اللي ضعيفه بمزاجك، وانت سايبه اراده الله فيك ان هو عايز يمن عليك. ويريد الله ان يمن على الذين استضعفوا في الارض ويجعلهم ربنا عايزك تبقي من الائمه، من الائمه، تفيدي نفسك وتفيدي البشر، ويجعلك من الوارثين. يعني
شيء خرافي، شيء خطير، ما ينفعش يتفهم. فكل مره تشوفي نفسك فيها ضعيفه، قليله، قليله الحيله، مش عارفه تعملي ايه، انت فاشله، انت كسلانه، انت انتبهي. انتبهي، نقطه تحول خطيره. لما تدركي على طول اكدي لنفسك انا مكرمه، انا الكون كله في خدمتي، انا محبوبه، ربنا بيحب يعطيني، ربنا مديني حاجات وانا هقوم افتش عنها، ربنا يحب او يريد ان انا ابصر الاشياء الجميله اللي هو يراها فيا. نقطه، خلاص الامر، يعني ده امر مش مطروح للنقاش اصلا. ان انت تشكي في ذاتك، او ان انت تكرهي شيء فيكي، او ان انت حتى لو تكرهي شيء في جسمك او في شكلك او في منظرك او في، خالص خالص. دي اوكي ماشي، حتى لو انت بقول لك في جسمك، لو انت مثلا مليانه عايزه تخسي، ما اوعي تقولي على نفسك اي كلمه او توصفي نفسك باي وصف. ده بالعكس، خلاص انا من الاحسن ليا. اه انا اوكي تمام، انا كده انا اوكي تمام، ما قلنا ما نقاومش اوكي، بس انا اختار ان انا شكلي يكون افضل، ان انا اعمل دايت، ان انا العب رياضه، ان انا انزل امشي، ان انا اكل اكل صحي. اختار بقى شيء جديد واقوم اسعى بقى. خلاص انت كنت في فتره ضعيفه والشيطان مثلا مسيطر عليكي، وكنت مستضعفه في الارض، بس الله يريد ان يمن عليك ويجعلك من الائمه ويجعلك من الوارثين. نقطه، خلصت. خلصت. قومي على طول لاراده الله فيكي، الله يريد ليكي كذا. وخلي بالك اراده الله مفعله، الله فعال لما يريد. الله لما يريد شيء خلاص فعال، الموضوع خلاص خلص. يعني اوتوماتيك مجرد انت ما تطلعي من الاستضعاف انتهى الموضوع، نقطة، خلصت، انت من الائمة ومن الوارثين، خلاص خلص الموضوع. تمام. فخلي عندك اليقين ده، خلي عندك اليقين ده، وانتبهي لكلمة انا كذا. حتى اسمحي لنفسك ان انت تقولي، ما تقاوميه، يعني لو قلتيها ما تقعديش بقى تقولي انا ازاي خلاص اوكي طلعت خلص شكرا، بس انا اختار ان انا اكون كذا. واقعدي بقى شوفي هتعملي ايه، خدي اكشن، خدي خيار. احنا قلنا في الاول ان الاختيار، يعني الحاجات تفضل اماني، تلك امانيهم، تفضل احنا متمنيين نكون ونكون ونكون، بس احنا حقيقي مش مختارين. فقلنا في الاول خالص ايه؟ ان اهم حاجه ان احنا يكون لينا خيار، وان الخيار دوت يكون ايه؟ ناخد تجاهه اكشن. خيار زائد فعل بقى، مش خيار وبس. ناخد خيار وناخد قرار ان احنا ننفذ الاختيار. خلاص نبقى نتحمل المسؤوليه. وقلنا في الاول خالص قبل ما نبدا ان احنا لما بنتحمل المسؤوليه نسيب لنفسنا مساحه ان احنا ممكن نخسر اشياء كتير، وندي لنفسنا مساحه نبقى منتبهين وعلى استعداد تام ان احنا في تحول كتير في حياتنا هيحصل. من ضمنها ان احنا مش هنعجب الناس، لان من اكثر الناس الغافلين عاجبهم فشلهم. هو عاجبه لما يقول لنفسه انا فاشل، انا مش عارف، انا مش قادر. هو عاجبه لما انت بقى تقدري وتعملي، انت مش هتعجبيه، فاوتوماتيك هيحكم عليكي، واوتوماتيك هيرفض اللي انت بتعمليه، واوتوماتيك هيبقى منزعج منك. فهل انت هتبقي عندك المرونه والاستعداد الكافي ان انت تتعاملي مع ده، ولا هتحبطي وترجعي زيه تاني؟ انتبهي، خلي بالك، خلي بالك. الناس اللي هم بقى اللي على وضعهم مش هيحبوا ان حد غيرهم ينفض بقى التراب اللي عليه ويقوم ويتحرك ويغير ويجدد ويعمل ويخرج من منطقه الراحه وياخد قرارات. وقلنا نختار وننفذ، ناخد قرار ان احنا نفعل بقى الخيار ده، ناخد اكشن باتجاه، ونبقى عندنا المرونه والمساحه الكافيه ان احنا نتقبل الاشياء، يعني ثمن بقى التغيير. ناس بقى تخرج من حياتنا، ناس هتنتقدنا، ناس عادات جديده هنعملها، حاجات قديمه هنستغنى عنها، اشياء غيبيه مش هنضطر هنؤمن بيها وهي مش موجوده اصلا، مش لامسينها، واشياء موجوده وماديه وحقيقيه وعليها براهين وهنكذبها. هل يعني تدي لنفسك المساحه دي والمرونه دي، وان انت هتفقدي كتير من افكارك ومعتقداتك ووجهات نظرك؟ خلاص احنا بنرتقي، بنتزكى، احنا ماشيين في اتجاه واحد، طريق التزكيه وطريق الارتقاء وطريق ان احنا نكون نسخه افضل مننا. فننتبه جدا لكلمه انا، لو سمحتوا، انا واللي بعدها، نظرتك لنفسك، صورتك الذهنيه عن نفسك، كلامك لنفسك. ما تسمحيش لنفسك ان هي عقلك
يعيد ويتكلم ويزيد في كلام، مش داعي، ما يفهملكيش.